الله وبركاته. الله وسلم على سيدنا محمد وعلى افضل خلق. النهارده جاي لكم فيديو جديد. احنا النهارده ولا في مطاعم ولا اي حاجه. طبعا ده اول مره من ساعه ما صورنا في البيت، واحنا بقى ما عملناش تاني. قررنا ان احنا هنعمل النهارده بقى في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم فيديو جديد ازاي نقدر نعمل محشي الكرنب. اول حاجة بنعمل تسبيكة المحشي. اول حاجة بنجيب 3 بصلات كبار قطعهم وبنحطهم في الكبة ونشغل عليهم الكبة. تمام كده. اول ما بنشغل الكبه ونفرمهم فرم ناعم كويس قوي، وكل شويه بننزل البصل من على الجوانب علشان نتاكد ان ما فيش تكتلات في البصل، يعني ما فيش حتت كبيره في البصل، لان لازم يتفرم البصل ناعم. يبقى لازم نفرمه ناعم وكويس قوي علشان ما يبقاش فيه حتت متكتله. بعد كده بناخد البصل وبنحطه في زيت على النار ونحمره. بعد كده بننزل بعصير الطماطم. انا عملت شفشقين عصير طماطم. بعد كده بنحطها على النار وبنسبك القوطه. اول ما بتسبك بحط عليها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل اسود وكمون وشطه. الحته دي جت بس يعني ما لحقتش اصورها، فانا بوريكم انا عملت ايه. ما لحقتش. بعد كده اول ما بتسبك بجيب الرز وبحطه في الحله او في طبق ايا كان، علشان بعد كده بنزل بالخضره. انا كان عندي خضره متفرزه وانزل عليها بالقوطه اللي هي متسبكه واقلب كويس. لازم احط على قد ايه، يعني انا بحب المحشي احمر وما بحبش احط خضره كتير. بفضل اقلب كويس قوي لغايه اما الرز ياخد الاحتياج بتاعه، وبحطه شويه على النار وبعد كده خلاص. تمام. بعد كده انا كان عندي كرنب متفرز في الفريزر، بجيبه وبحط في في الورقة. اول حاجة ان احنا لازم ما نملاش الورقة جامد، علشان الورقة لو اتملت جامد الرز بيطلع بره ورقة الكرنب، فبيبقى مش شكل الحلة ما بيبقاش كويس فلما بيبقى كلها رز كده. فاحنا بنحط شوية على قد الورقة، ما بنكترش قوي. تمام. وبنلف المحشي. انا بحب الفه دوائر دوائر كده، لما بيجي يتحط بيبقى شكله جميل قوي. هنا الشوربة بتاعتنا. ثانية واحدة يا أصدقائي، أجيب معلقة بس. يا أهو، أهي معلقة، هي كبيرة معلش، بس انتوا مسكوا بقى عندكم معلقة كبيرة صغيرة أي حاجة. بسم الله، نقول بسم الله ويلا نبدأ. بجد خطيرة، أحسن من كتر الشوربة. لو دقتها في محل تاني والله لو وحشة، في البيت أحلى من المحلات بكتير، فاعملوها في البيت. طبعا هو سخن. الله الله، المحشي ده احسن. لو رحنا في مطعم وفيه محشي كرنب، والله لا اقول واحد. في البيت احسن بكتير. طبعا ده بقى البط، ده البط بصوا، شايفين حلاوته والشياكة بتاعته، مستوي على الاخر بصراحة. او لا، بصوا يا جماعة، بصراحة البط احسن من كل فيلم. احسن، حلو بجد. كل حاجة في البيت احسن من حاجة بره بجد. يعني بجد لو دقتوا الحاجات دي كلها في المحل
انتوا بجد مش هتحبوه، في البيت احسن. تسلم ايدك يا ماما. بصوا شكل الدنيا. دي بقى السلطة. فظيع فظيع. طبعا بصوا هنا بقى شكل الحاجة. ويا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. تابعوا قناة حبيبي وتفعلوا الجرس ويا رب بليز وصل الفيديو ده 100,000 لو بتحبوا قناة حبيبة. بعد كده نقول سلام. ونسيت اقول لكم على حاجة. ما تاكلوش الحاجات النهار في البيت تكون احسن، عشان ممكن الحاجات ما تكونش مستوية وحلوة، فممكن نتعب. فكله في البيت احسن بدل ما تتعبوا من بره. بعد كده نقول